أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. خير الكلام القرآن الكريم وختم القرآن الكريم الدكتور مصطفى عيد الإعلامي المشهور مصر. مع كلمة رئيس المؤتمر دكتور رأفت الغول. تحية كبيرة قوي دكتور رأفت الغول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وسلم وسلم تسليما. نشكركم جميعا ان انتم تعبتوا نفسكم وجيتوا النهارده. يعني بيكون شرف ليا والنهارده بالذات من المؤتمر ده معمول غير 26 مؤتمر اللي قبل كده. المؤتمر ده لما نزلت الدعوه وقلت الحجز الاول 201 هيقول دعوه وبعد كده تعالوا اخر الجمعه من كام الناس اللي انت عايز تحضر الموضوع لان يهمنا الجمع وليس الكم. ربنا يخليك. المؤتمر النهارده الاعلام الرقمي في ظل التكنولوجيا الحديثه. المؤتمر اصلا اسمه متركب من تكنولوجيا حديثه واعلام رقمي. عملنا قبل كده 26 مؤتمر في الاعلام الرقمي. سبيشاليست كل مؤتمر بيتكلم عن حاجه معينه من اول التربيه للتعليم لارشاد الاطفال للاقتصاد للاستثمار للاعلام الرقمي في القران الكريم. ويمكن ده انا فخور ان انا الحمد لله رب العالمين اول واحد بيتكلم عن الاعلام الرقمي في القران الكريم. وعملناه جامعه الازهر وتصديق من المخابرات والتصديق بتاعها 6 اشهر عشان نعمل مؤتمر في جامعه الازهر. المؤتمر النهارده بيدور او لما فكرنا ان احنا نعمله بيدور على الاحداث الجايه وايه شغل التكنولوجيا والاعلام الرقمي فيها اللي بيأثر تأثير سلبي وايجابي
على كل الناس اللي موجوده في العالم كله، وازاي السوشيال ميديا والتكنولوجيا العاليه مع الرقمنه والاعلام الرقمي والسمارت فون الناس ابتدت تستغلها مع بعض وضد بعض في السيم تايم في نفس الوقت. يبقى انا بأثر عليك سلبيا من وجهه نظرك انت، وباخد الميديا وممكن اخد الميديا بتاعتك واحولها للعكسيه واخدها انا فيها زي ما يعني احنا مش قادرين نتكلم في السياسه، بس هي الحق يقال. اسرائيل خدت الفيديوهات بتاعت الفلسطينيين اللي فاتوا وخدتها ونشرتها على انها ضد ابناء اسرائيل للاتجاه الاوروبي، ولذلك كسبوا 70% من الحشد الاوروبي لاسرائيل، وهم بعض الحاجات بيستخدموا الميديا المضاده. ولذلك لازم الناس تبقى عارفه ان الميديا لما جينا اتكلمنا عن الاعلام الرقمي في السوشيال ميديا والميديا قلنا ان الميديا ممكن تبقى سلاح ذو حدين، استخدمك لنفسي واستخدم نفسي ليه عشان اوصل لهدف واحد، وده ان احنا عايزين الاوبن مايند، الدماغ المفتوحه تتفتح